لكن عصفورتك الجميلة قد اختطفتها القطة وألقت بها في الصحراء، والآن ستخدش القطة عينيك أيضا. فأمسك ابن الملك بشعر رابنزل بسرعة وألقى بنفسه من قمة البرج، فنجا بحياته. ولكن الأشواك حول البرج دخلت في عينيه، فمضى في الغابات أعمى لا يبصر ولا يأكل شيء سوى الثمار والجذور والنباتات. وذهب يبحث عن حبيبته لعدة سنين، وفي النهاية وصل إلى الصحراء التي توجد بها رابنزل، وسمع صوتها تغني أغنية حزينة، فاتجه نحو الصوت. وعندما رأته رابنزل احتضنته وظلت تبكي، وابتلت عينا ابن الملك من دموع رابنزل. وعندها عاد يبصر جليا مرة أخرى. ثم عاد ابن الملك ورابنزل إلى المملكة، وتم استقبالهما بفرحة كبيرة.